السلام عليكم. انا طاهر معزة، واليوم غنهضروا على واحد الواقعة اللي هزات المغرب كامل. الاحداث الاخيرة مرتبطة بالاحتجاجات والمطالبات ديال الشباب، واللي خلاو الناس يسولوا فين الصحة، فين التعليم، شنو قصة جانزي؟ هذا الجيل الجديد اللي ما كيعرف يطالب بحقوقه، كيستعمل ديسكورد، المظاهرات والهاشتاغات باش يطالب بحقوقه بطريقة ماشي تقليدية وبسلمية مطلقة. اليوم غادي نسمعوا آراء 3 شخصيات من الكليكة، كل واحد عنده وجهة نظر مختلفة على الأحداث، الاعتقالات والمطالبات، ومن بعد غادي نشرحوا كيفاش بلان هاد جانزي بطريقة واضحة. ولكن خليكم معايا حيت الشرح غادي يكون مشوق وغامض شوية باش تعرفوا واش عندنا حق نراه في بلادنا ولا غير هضرة كدور. في بوفكرون كاين بزاف ديال الجدل على إصلاح التعليم، شنو رأيك؟ أولاً السلام عليكم. ثانياً شوف، الناس باغين التعليم يتبدل دابا، ولكن الإصلاح خاصو الوقت. الجيل الجديد زربان بزاف، كيتسناو كل شي يجيهم واجد، وما عارفينش باللي الإصلاح خاصو بزاف. وجيل دا اليوم جيل فاني وما عارف والو. يعني كتقول لينا واش نبقاو نزيدو نتسناو ولا كيفاش؟ مهم علينا. ولد الحوال شكاو من سوء الصحة وطلبات المحاسبة، شنو رأيك؟ سلام خويا، انا معصب فهمتي وشاعل فيا العافية. ما يمكنش هاد القمع وهاد الشي كامل، هاد الشي ماشي هو الحل وغير كيخلي الشعب يزيد يحقد. المحاسبة هي البداية، بلا محاسبة الإصلاح يبقى هضرة في الفيسبوك. شرف، انا ولد البحر اخويا، ولد العمق فهمتيني، راه غادي نغرقوا في المرض قبل من كاس العالم. انا راه غتهري سميتي ولد القواد ماشي ولد الحوات معاكم. صافي عيينا صاحبي، واصحاب ليهم حنا ما كنعرفوش الحقوق ديالنا شنو هي. راه حنا اوعي جيل حاليا، الجيل الزاد. يعني بلا محاسبة حتى الدواء ما كيساعدكش. زوين هاد التشبيه سي المعطي. الناس كيغوتوا بالمظاهرات وهاشتاغات، واش هاد الصوت العالي كيجيب الإصلاح؟ السلام عليكم. اولا انا المعطي، الصوت العالي هو اللي كيوقف اي حاجة. بكل سلمية الناس غتبقى غير تتفرج في التليفونات ديالهم. الإصلاح خاصو صوت على الصحة، على التعليم، وبيناتنا خاصك تشوف معاك داك بوفكرون تجري عليه من الكليكة، حيتاش راه زلايجي لواحد الدرجة ما يمكنش. ومن الأحسن نصد الموضوع هنا أخي طهرت معزة، وشكرا على هاد المبادرة الغير جميلة اللي ما كيديرهاش معنا راه بايتين بالجوع شريف. يعني باش يكون الإصلاح خصنا نسكت على حقنا ولا ما فهمتش مزيان؟ دابا شفتوا كيفاش كل واحد كيشوف الأحداث من زاويته. جانزي ماشي غير مجموعة شباب، هما رمزية الجيل اللي كيطالب بالحق بلا خوف وبطرق جديدة. ديسكورد وحوايج اخرين، هاشتاغات، المصطلحات بحال المحاسبة قبل الإصلاح والصوت العالي كتعني أكثر من الكلام. كيحاولوا يوضحوا بأن الحق ما كيتحققش بلا مجهود جماعي، بلا متابعة وبلا صوت يسمعوهم. السؤال اللي عندي في راسي دابا هو واش الحل في الصوت العالي ولا في المحاسبة الدقيقة ولا في الصبر ديال ولد الحوات؟ خليوها تفاعل معاكم وتفكروا فيها، وما تنساوش تشاركوا الحلقة مع أصحابكم ودعمونا بلايك وأبوني، حيت وسط كل هاد المؤثرين قليل اللي كيهضر على الموضوع، ودعمكم حتى لينا باش ما يعتقلوناش حتى حنا.